ارفعوا رؤوسكم فأنتم فلسطينيون. كلمات قالها السيد الرئيس وجسدتها الجماهير الفلسطينية الغفيرة في عرس وطني حافل على أرض مدينة نابلس، احتفاء بمرور الذكرى السنوية 27 لاستقلال دولتنا الفلسطينية، وإحياء لترجل قائد المسيرة النضالية عن جواد التحرير. اليوم محافظة نابلس بكل مؤسساتها، بفصائل منظمة التحرير الفلسطيني، بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ترسل رسالة من هنا من على دوار الشهداء أن مسيرة مفجر الثورة ورمز شعبنا الفلسطيني ياسر عرفات باقية ومستمرة. شعلة الثورة أبدا لن تطفأ، قطار الحرية انطلق ولن يتوقف إلا وقد تحررت فلسطين، كل فلسطين، والقدس عربية وعاصمة لدولتنا. دماء الشهداء التي تنير لنا الطريق وتروي أرض فلسطين لن تثمر إلا عزة ومجدا وكرامة. لن نقبل بأقل من الاستقلال، لن نقبل إلا برحيل الاحتلال، لن نقبل إلا بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين. الشعب قال كلمته وهو مستعد على الدوام للتضحية، فلا إجرام الاحتلال ولا ممارساته تنال من صمود ومن عنفوان هذا الشعب الذي نهض وانتفض باتجاه القدس، باتجاه التحرير خلف سيادة الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتأكيدا على أن ياسر عرفات باق فينا، حي فينا، وسينقل رفاته إن شاء الله إلى القدس ليورثنا هناك إن شاء الله. وتجلت فرحة الاستقلال في وجوه الصغار والكبار، لا سيما أسر الشهداء والأسرى اللواتي توشحن بالكوفية الفلسطينية تحت ظلال علم الوطن. وتقدمت الفرق الكشفية في موكب كرنفالي مهيب أضفى على هذه المناسبة مشاعر جياشة لامست قلوب الحضور، وتأكيدا للعهد الذي قطعته الجماهير للوفاء لدماء الشهداء. الحقيقة احنا بالجامعة في هذه المناسبة الخالدة والوطنية نبرق تحيات الجامعة والشعب الفلسطيني إجمالا إلى الرئيس الخالد القائد ياسر عرفات، ونقول له إننا على دربك ماشون، وإننا بفكرك ملتزمون، وإننا كبيرنا وصغيرنا سوف نسير على الدرب إلى أن يتم تحرير كامل الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ونقول للأخ الرئيس أبو مازن لن نتخلى عن الأقصى ولن نتخلى عن القدس، وانتفاضة الأقصى مستمرة بهذا اليوم الوطني وهذا العرس الوطني الذي تجسده مدينة نابلس ومؤسسات نابلس، وإننا على هذا الدرب سائرون. فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود. هكذا هتفت الحشود التي تلاقت اليوم من كافة المحافظات تزامنا مع كوكبة جديدة من الشهداء ترتقي اليوم إلى العلا على أرض مخيم قلنديا، وللتأكيد على النهج النضالي الثابت الذي خطه ببندقية الثائر وغصن الزيتون الشهيد الرمز ياسر عرفات. علي زيدان، الهيئة الإدارية للحركة الشبيبة الطلابية جامعة القدس المفتوحة. خرجنا في جامعة القدس المفتوحة وجموع جماهير مدينة نابلس أن نشارك في فعالية إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات، كونه هو رمز الصمود، رمز التحدي. ياسر عرفات بالنسبة للفلسطينيين جميعا هو فلسطين، هو من رسم خارطة فلسطين ورسم حدود فلسطين بكوفيته وبإرادته وبصموده. تعلمنا منه أن نحمل البندقية، وتعلمنا منه أن نحمل غصن الزيتون، وعلى العالم أن يختار، فنحن قادرين في السير في كلا الاتجاهين. نحن شعب نطمح لأن يكون لنا دولة مستقلة على أرضنا المحتلة، ونطمح أن يكون لنا وطن نعيش فيه بأمان كباقي شعوب العالم. أتينا هنا اليوم لنجدد العهد والبيعة لسيادة الأخ الرئيس، وأتينا هنا اليوم لنقول للعالم أنها شعب نستحق أن يكون لنا دولة، فعلى العالم أن ينصفنا كما ينصف باقي شعوب العالم. فنحن شعب غير منتقص الحقوق، ونحن شعب نسعى نحو التحرير، نحو تحرير وإقامة دولتنا الفلسطينية. ذكرى جديدة تطوي صفحاتها في مسلسل البطولة والفداء الذي جسدها الياسر، لنحافظ على الإرث الحضاري والوطني الذي تركه لنا حتى يرفع شبل أو زهرة فلسطينية علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. واليوم يجدد أبناء الختيار العهد والوفاء لأمين الشهداء. آمنة بلالو لتلفزيون نابلس.